السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة وبرنامجكم بليمك. هنتكلم النهاردة ان شاء الله وهنلخص اهم المباريات اللي حصلت في الجولة ال 12 من الدوري الانجليزي الممتاز. فيلا بينا. لقاء معانا هو لقاء ليفربول ساوثهامبتون، المباراة اللي اتلعبت خارج اسوار الانفيلد. مباراة كان بطلها الاول هو نجمنا المصري محمد صلاح، اللي لازم نتكلم عنه قبل ما نخوض في احداث اللقاء. صلاح كان السبب الاكبر في فوز ليفربول النهارده وتوسيع الفارق في النقاط مع السيتي الى 8 نقاط. ودلوقتي نقدر نقول هو ليه صلاح ما راحش الدوري السعودي وترك ليفربول الموسم الماضي. صلاح بادائه اللي بيقدمه هذا الموسم بيقول لنا ان هو عينه على البالون دور، خصوصا ان هذا الموسم مفيش كاس عالم، مفيش افريقيا ولا اليورو، وبالتالي الحكم على بطل البالون دور هيبقى من خلال الدوريات ودوري ابطال اوروبا. وبالاداء اللي بيقدمه ليفربول هذا الموسم ان شاء الله فرصته كبيره في الفوز بالدوري الانجليزي وكمان دوري ابطال اوروبا. فنتمنى التوفيق لابو مكه ونشوف لاعب مصري ان شاء الله بيحقق البالون دور. وكعاده صلاح بعد كل لقاء بيكتب لنا ارقام قياسيه جديده، فصلاح النهارده اللي حصل على لقب افضل لاعب في اللقاء قدر بالهدفين اللي سجلهم النهارده يوصل للهدف رقم 300 ليه في مسيرته مع كل الانديه اللي لعب لها. كمان صلاح قدر يوصل للهدف رقم 100 مع ليفربول خارج اسوار الانفيلد. مش بس كده، كمان عادل رقم روني وللمباراه رقم 36 على التوالي في الدوري الانجليزي الممتاز، بيسجل او بيصنع اهداف. نرجع بقى لاحداث اللقاء اللي كانت مثيره جدا برغم انها مباراه قبل اللقاء بين متصدر الدوري الانجليزي برصيد 28 نقطه اللي هو ليفربول ومتزيل ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 4 نقاط فقط وهو ساوثهامبتون. المباراه كانت متكافئه بين الفريقين في اول ربع ساعه، ولكن بدات سيطره وخطوره ليفربول الحقيقيه في الدقيقه 20 لما وصلت الكره لصلاح داخل منطقه الجزاء من عرضيه جاكبو، ولكن صلاح بيشوطها ضعيفه تصدى ليها حارس المرمى. بدا بعد كده ساوثهامبتون يتكتل في الدفاع وشفناه رص لعيبته خلف الكوره، عشان كده حول ليفربول على سلاح التسديد من بعيد. شفنا سوبوزلاي بيسدد واحده في الدقيقه 24، كمان جاكبو بيسدد واحده في الدقيقه 26 عشان ينجح بعد كده سوبوزلاي في الدقيقه 30 في استغلال سلاح التسديد من خارج المنطقه. ونتيجه ضغط لعيبه ليفربول على دفاعات ساوثهامبتون بيغلط مدافع ساوثهامبتون في تشتيت الكره، تروح الكره لسوبوزلاي عشان يسددها ار2 برجله الشمال جميله جدا على يمين حارس المرمى ليعلن سوبوزلاي عن الهدف الاول لليفربول. وهنا لازم نتكلم عن سوبوزلاي ونديله حقه بعد ما انتقدناه في المباريات الماضيه. النهارده عمل ماتش كبير مش بس بسبب الهدف اللي سجله، ولكن رتمه في الاداء النهارده كان سريع بعكس المباريات الماضيه. كمان عمل اكتر من اسيست وان كان لم ينتج عنهم اهداف، ولكن اجمالا عمل ماتش كبير النهارده واداء مميز. وبالمناسبه هو من اكتر اللعيبه اللي خدت تقييم بعد اللقاء 8 من 10 مع صلاح ومع لويس دياز. وبعد هدف ليفربول بدا ساوثهامبتون يفك التكتل الدفاعي شويه وشفناه بدا يعمل هجمات على مرمى ليفربول. بعد الهدف بدقيقتين كان في هجمه في منطقه الجزاء لصالح ساوثهامبتون بيسددها لاعب ساوثهامبتون خطيره ولكن يتصدى لها كيلر. وبيواصل ساوثهامبتون هجماته، ومن احدى هذه الهجمات في الدقيقه 40 بيحصل لاعبهم ديبلينج على ضربه جزاء من عرقله روبرتسون ليه في منطقه الجزاء عشان يسددها ارمسترونج ويتصدى لها كيلر في المره الاولى، ولكن بمتابعه ارمسترونج بيسجل هدف التعادل لصالح ساوثهامبتون. انتهى الشوط الاول بالتعادل 1-1 رغم نسبه الاستحواذ الكبيره لليفربول على الشوط الاول اللي وصلت ل 67% مقابل 33% لساوثهامبتون، وكمان التسديدات اللي ليفربول وصلت ل 11 تسديده مقابل 4 تسديدات لساوثهامبتون. وبيبدا الشوط الثاني بنفس سيناريو الشوط الاول وهو التكتل الدفاعي من ساوثهامبتون والمحاولات الهجوميه من ليفربول، ولكن ساوثهامبتون في الشوط الثاني عمل اللي ما عملهوش في الشوط الاول وهو تطوير التكتل الدفاعي الى الهجمات المرتده. وفي الدقيقه 56 بينجح ساوثهامبتون في عمل مرتده نموذجيه من 3 لمسات فقط قدروا يوصلوا ماتيوس فرنانديز مهاجم الفريق لمرمى ليفربول اللي بيسدد تسديده ممتازه جدا وبيسجل هدف لساوثهامبتون. هدف التقدم لساوثهامبتون استفز ليفربول، فبعد الهدف ظهر الهجوم المرعب لليفربول على دفاعات ساوثهامبتون وكأن ساوثهامبتون ايقظ الاسد الناي، بالذات بعد التغييرات اللي عملها ارن سلوت في الدقيقه 62 لما خرج جونز وجاكبو ونزل ماكاليستر ودياز. فبعد نزول دياز بدقيقه واحده بيضيع كره هدف التعادل بعد عرضيه مميزه من نونيز، ولكن كان دياز سبق الكره وبالتالي ضاع هدف التعادل. وبيجي في الدقيقه 65 دور المنقذ صلاح وبيسجل
ويسجل هدف التعادل لليفربول في اللقاء عن طريق اسيست رائع من جرافنبرش عشان ينكشها صلاح كده بسن الجزمه بمنتهى الذكاء ويسجل هدف التعادل لليفربول ويقدر يرجع ليفربول تاني للقاء. ما اكتفاش ليفربول بهدف التعادل، ولكن بعد هدف التعادل شن هجمات مرعبه وتسديد من كل حته في الملعب، ولكن كان دفاع وحارس مرمى ساوثهامبتون بيتصدوا لكل الهجمات. ليفربول طبعا كان يهمه النهارده ان هو يكسب ويوسع الفارق مع مانشستر سيتي ل 8 نقاط، خصوصا ان هو بيلاعب متزيل الدوري الانجليزي ممتاز، وخصوصا ان ماتشه الجاي في البريمير ليج قدام السيتي نفسه. واخيرا بيجي الحل من مدافع ساوثهامبتون البديل الياباني شوجوارا في الدقيقه 82 ويهدي ليفربول ضربه جزاء عن طريق لمس عرضيه صلاح بالايد عشان يتصدى صلاح لضربه الجزاء، وكالعاده بيسجل هدف التقدم لليفربول في اللقاء. صلاح اللي تألق جدا في لقاء النهارده كان ممكن ما يكتفيش بالهدفين ويسجل الثالث والرابع، ولكن سوء الحظ منعه من ذلك. ففي الدقيقه 88 بيسدد كره رائعه من داخل منطقه الجزاء تصدى لها القائم عشان يحرم صلاح من الهاتريك النهارده. ساوثهامبتون اللي بيخسر النهارده اللقاء العاشر ليه من 12 لقاء ليه في البريمير ليج حتى الان ما كانش سيء الحقيقه النهارده، وحاولوا ان هم يعملوا نتيجه ايجابيه قدام ليفربول، ولكن ما قدروش ان هم يواجهوا هجوم ليفربول المرعب النهارده. ليفربول بعد فوزه المهم النهارده بيوصل للنقطه رقم 31 وبيوسع الفارق مع سيتي ل 8 نقاط، بينما ساوثهامبتون بيظل في المركز الاخير برصيد 4 نقاط فقط. نروح لتاني لقاء معانا هو لقاء السيتي وتوتنهام اللي اتلعب على ملعب الاتحاد. مباراه كان يامل فيها جماهير السيتي انه يخرج الفريق من كبوته، خصوصا بعد تجديد جوارديولا عقده مع الفريق لمده 2 سنين، ولكن السيتي النهارده عمل ارقام سلبيه بالجمله في اللقاء. اول مره من 2016 يخسر السيتي 5 مباريات متتاليه، كمان اول مره يخسر جوارديولا نفسه في مسيرته 5 مباريات متتاليه، كمان اول مره يخسر السيتي تحت قياده جوارديولا بنتيجه 4-0 على ملعب الاتحاد. بدأ جوارديولا لقاء النهارده بطريقه 4-3-3 بخط وسط اضطراري، ولكن بيفتقد للنزعه الدفاعيه، فهنلاقي خط وسط النهارده كان مكون من برناردو سيلفا، ريكو لويز وجوندوجان في ظل غياب كوفازيتش. والحقيقه هنا لينا تعليق ازاي بتعتمد على جوندوجان في مركز رقم 6 وهو في عمر ال 33 سنه. رايي ان الافضل اللي كان يأدي في المركز ده هو ستونز، خصوصا انه كان بيلعب المركز ده الموسم اللي فات بمنتهى البراعه لما كان جوارديولا بيعتمد عليه في مركز الظهير الايمن، وهو نفسه قال ان انا كنت بفضل ستونز في مركز الظهير الايمن على ووكر لانه بيقدر يزيد في وسط الملعب وبيخلق لي الزياده الدفاعيه في وسط الملعب، فبالتالي كان يقدر يلعب بيه النهارده ويحقق التوازن الدفاعي في خط الوسط. ولكن غرور جوارديولا صور له انه ممكن يكسب باي حد، ممكن يلعب بخط وسط هجومي بالكامل ويقدر يكسب بيه فريق زي توتنهام، ولكن الكلام ده لما تكون ماشيه معاك مش لما تكون خارج من 4 هزايم متتاليه. وعلى الناحيه الثانيه بدا بوستيكوجلو مدرب توتنهام بطريقه المعتاده 4-2-3-1، والحقيقه بوستيكوجلو مدرب جريء جدا وبيلعب لعب مباشر وسريع، وخلى توتنهام ينفذ النهارده هجمات مرتده مرعبه خلص بيها اللقاء وكسب بيها السيتي بنتيجه كبيره. شفنا النهارده ازاي توتنهام قدر يستغل النقص الدفاعي في خط وسط السيتي اللي اتكلمنا عنه من شويه، وسريعا وفي الدقيقه 13 قدر ماديسون ان هو يسجل الهدف الاول لتوتنهام في اللقاء عن طريق اسيست اكتر من رائع من كولوزوفسكي، بيلعب عرضيه بيقابلها ماديسون بشماله على الطاير وتروح على يمين إيدرسون ويسجل الهدف الاول لتوتنهام. ليه بنقول ان هدف توتنهام الاول هو نتيجه نقص الجانب الدفاعي في خط وسط السيتي؟ لان ماديسون هو اللاعب رقم 10 في تشكيله توتنهام، وبالتالي المفروض اللي يرجع معاه هو اللاعب رقم 6 في تشكيله السيتي وهو جوندوجان، ولكن عدم رجوع جوندوجان وتغطيته مع ماديسون لقى ماديسون نفسه وحيدا قدام مرمى إيدرسون عشان يقدر يسجل الهدف بمنتهى السهوله. بيطرق توتنهام على الحديد وهو ساخن، وفي الدقيقه 19 بيواصل ضغطه على دفاعات السيتي عشان يغلط جفارديول، وتوصل الكوره لسون اللي بيعملها بينيه اكتر من رائعه لماديسون اللي بيعملها تشيب من فوق حارس المرمى ويسجل الهدف الثاني لتوتنهام في اللقاء. جماهير السيتي اللي احتفلت بفوز رودري بالبالون دور في ارض الملعب قبل اللقاء عرفت النهارده تاثير رودري في اداء الفريق وتاثيره على نتائج الفريق مش بس في المباراه دي ولكن على مدار ال4 مباريات الماضيه. وفي بدايه الشوط الثاني بيحاول جوارديولا يحسن الاداء الدفاعي، بيخرج ستونز وبينزل ناثان اكي، ولكن ما بيفرقش اكي من ستونز وبيفضل الشوارع موجوده في دفاعات السيتي. ومن هجمه مرتده ممتازه لتوتنهام في الدقيقه 53 بيسجل بيدرو بورو الهدف الثالث لتوتنهام من اسيست من مهاجمهم سولانكي. والحقيقه ان اللاعب الوحيد اللي في تشكيله السيتي النهارده كان بيحاول وبيعافر وكان ممكن يسجل اكتر من هدف، ولكن الحظ عنده هو إيرلينج
ايرلينج هالاند، فشفناه النهارده بيحاول يستغل الاخطاء القليله اللي ظهرت في دفاعات توتنهام، وفي الدقيقه 60 من احدى هذه الاخطاء بتوصل الكره لهالاند داخل منطقه الجزاء، بيسددها بطريقه رائعه ولكن بتيجي في العارضه. حاول جوارديولا بتبديلاته انه يرجع الحيويه للفريق، شفناه خرج ريكو لويز وسافينيو ونزل دي بروين وجريليتش، ولكن لا جديد. اي نعم السيتي سيطر على باقي مجريات الشوط، ولكن سيطره سلبيه بدون خطوره تذكر على مرمى توتنهام. لاعيبه توتنهام كمان رجعت ورا الكوره عشان تامن الفوز الكبير اللي حققوه النهارده، والاول مره من فتره كبيره بنشوف لاعيبه السيتي بيفقدوا اعصابهم في اللقاء، وكأن اللي كانوا بيعملوه في كل الفرق البريمير ليج المواسم اللي فاتت بيطلع عليهم السنه دي. شفنا دي بروين وشفنا برناردو سيلفا بيحصلوا على انذارات نتيجه تدخلات عصبيه على لاعبي توتنهام، وده دليل على عجز لاعبي السيتي عن تقديم الجديد في الملعب. وعلى عكس تغييرات السيتي اللي ما جابتش تاثير في اللقاء، قدر توتنهام يعمل تغييرين يتسببوا في الهدف الرابع للفريق في الدقيقه 93، فعن طريق انطلاقه البديل الرائع تيمو فيرنر للفراري من ناحيه الشمال قدر يعمل عرضيه على طبق من ذهب للبديل الاخر جونسون اللي قابلها بمنتهى السهوله في المرمى عشان يسجل الهدف الرابع ويطلق رصاصه الرحمه على السيتي النهارده. واضح طبعا للجميع ان السيتي محتاج يدعم المركز رقم 6 في يناير بمنتهى القوه، ولكن هل عقبال ما نوصل ليناير هيكون فقد السيتي فرصه المنافسه على البريمير ليج؟ والحقيقه تحيه كبيره جدا لتوتنهام وادائهم النهارده ومدربهم بوستكوجلو اللي برغم من غياب ريتشاردسون مهاجم الفريق والمدافع فان دي فين عمل ماتش كبير النهارده وقدر يكسب السيتي وجوارديولا بنتيجه كبيره عشان يبقى كسب قطبي مانشستر بنتائج كبيره. بعد ما كسب مانشستر يونايتد بنتيجه 3-0 بيكرر فوزه على القطب الاخر لمدينه مانشستر السيتي بنتيجه 4-0. فوز توتنهام في لقاء النهارده وصله للنقطه رقم 19 بينما ظل السيتي عند النقطه 23. نروح لثالث مباراه معانا ومباراه ارسنال ونوتنغهام فورست، المباراه اللي اتلعبت على استاد الامارات. مباراه بدا فيها الارسنال بتشكيل ريح فيه ارتيتا بعض اللاعبين الدوليين اللي شاركوا مع منتخباتهم في التوقف الدولي، يعني شفناه بيبدا اللقاء بدون هافرتس ولا ديكلان رايس ولا مارتينيلي وشارك بدلهم جيسوس وجورجينو وتروسرد. على الناحيه الثانيه هنلاقي نونو سانتو مدرب نوتنغهام فورست بدا اللقاء بدون خدمات كريس وود وهو تاني هدافي البريمير ليج واللي كان موجود على مقاعد البدلاء واشرك بدلا منه النيجيري ايوني. الفريقين دخلوا لقاء النهارده وهو متساويين في عدد النقاط 19 نقطه لكل منهم، ولكن كان واضح منذ بدايه اللقاء رغبه ارسنال في فض الاشتباك ده والتفوق في عدد النقاط على نوتنغهام فورست، فشفناهم في الدقيقه 5 بيسجلوا هدف مبكر ولكن بيلغيه الحكم بداعي التسلل عشان يستكمل ارسنال ضغطه على دفاعات نوتنغهام فورست، ومن مهاره فرديه لساكا في الدقيقه 14 بينجح في تسجيل الهدف الاول لارسنال عن طريق مراوغه دفاع نوتنغهام فورست وفي الاخر بيسددها بمنتهى الذكاء على يسار حارس المرمى. والحقيقه اللي هنلاحظها من اداء الارسنال النهارده وهو ان وجود اوديجارد فارق جدا في اداء الفريق، بيتحكم في رتم الفريق، مايسترو في خط الوسط ممرر بدرجه صانع العاب، كمان التفاهم اللي شفناه بينه وبين ساكا وتروسرد فرق جدا في اداء الارسنال. وشفنا ارسنال في الشوط الاول بيعمل تيكي تاكا واداء جميل ما شفناش الارسنال بيلعبوا من زمان. خطوره ارسنال في الشوط الاول كانت بتتلخص في لاعب واحد وهو ساكا اللي في الدقيقه 40 كان ممكن يضاعف اهدافه الشخصيه في اللقاء، كمان يضاعف اهداف الارسنال باحراز الهدف الثاني لما يخترق تمبر من ناحيه اليمين وعملها له اسيست، ولكن تاخره في التسديد ضيع الهجمه، ولكن بعدها بدقيقه بيسدد تسديده ثانيه من داخل منطقه الجزاء بصوره اكتر من رائعه، ولكن بيتصدرها ببراعه حارس نوتنغهام فورست. وبين الشوطين بيعمل ارتيتا تغيير بخروج جورجينيو ومشاركه بارتي بدل منه في خط الوسط عشان يكافئوا بارتي بعدها ب7 دقائق فقط، وفي الدقيقه 52 بيسدد تسديده اكتر من رائعه من خارج منطقه الجزاء بتسكن شباك نوتنغهام فورست وتعلن عن الهدف الثاني لصالح ارسنال. وهنا بارتي بيرد على كل المشككين اللي شككوا في ادائه وانتقدوا ارتيتا لاشراكه في المباريات السابقه، وبيأكد ان هو يستاهل ان هو يشارك مع كتيبه الجانرز. نوتنغهام فورست بعد هدف ارسنال الثاني عمل اكتر من تبديل، منهم نزول كريس وود تاني هدافي البريمير ليج بدلا من النيجيري ايوني، ولكن ما قدروش البدلاء ان هم يصنعوا الفارق لان الارسنال كان مسيطر على اللقاء وكان متحكم في الريتم خصوصا بعد الهدف الثاني. شفنا في هذا اللقاء دور جديد لزيتشينكو الظهير الايسر لنادي الارسنال اللي في الدقيقه 67 بدلا من كالافيوري، شفناه بيزيد في خط الوسط وبيعمل زياده عدديه للاعبي الارسنال في خط الوسط، وساعتها كان بيرحل جابرييل مكانه ويبقى ارسنال كانه بيلعب 3 في خط الدفاع من تمبر وصليبا وجابرييل. والحقيقه
والحقيقه ان كل لاعبي الارسنال النهارده عملوا اداء مميز جدا، مش بس الاساسيين ولكن كمان الاحتياطيين. يعني شفنا كل من ستيرلينج ونوانيري بعد نزولهم بثلاث دقائق فقط بيتسببوا في الهدف الثالث لارسنال لما سجلوا نوانيري من صناعه مميزه من ستيرلينج. والحقيقه ان نوانيري لاعب مميز جدا وكل ما بيشارك بيعمل فرق مع الفريق. الحقيقه النهارده ارتيتا عمل ماتش كبير بدون مارتينيلي وهافرتس وديكلان رايس، وقدر ان هو يضغط على نوتنغهام فورست ضغط هجومي مبكر ويسجل هدف مبكر. مش بس كده، كمان غطى الهدف بهدف تاني مبكر في الشوط الثاني، وقدر يتعلم من اخطائه في المباريات السابقه لما كان الارسنال بيتهاون في الشوط الثاني ويرجع الخصم للقاء. النهارده ما ادوش فرصه لنوتنغهام فورست انه يرجع في اللقاء ويعمل معاهم مفاجاه زي اللي عملوها مع ليفربول، وكأن ارتيتا كان مستني فتره التوقف الدوري عشان يعيد ترتيب الفريق. اداء الارسنال النهارده خلى جماهير الارسنال تتساءل هل الصحوه دي ممكن تدوم ويرجع الارسنال ينافس السيتي وليفربول على صداره ترتيب الدوري الانجليزي، خصوصا بعد ما نجح في الوصول للنقطه رقم 22، ولا يرجع الارسنال يمشي على سطر ويسيب سطر وتبقى الصحوه دي بعد فوات الاوان. وبكده وبعد نهايه مباريات الجوله ال 12 من الدوري الانجليزي الممتاز، هيبقى ترتيب الدوري الانجليزي كالتالي: ليفربول في المركز الاول وفي الصداره منفردا ب 31 نقطه، يليه صاحب المركز الثاني السيتي برصيد 23 نقطه، يليه تشيلسي وارسنال وبرايتون في المراكز من الثالث للخامس بالترتيب وبنفس عدد النقاط 22 نقطه. كده حلقتنا خلصت. اتمنى يكون تحليلنا للجوله نال رضا حضراتكم. اشوفكم على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.